بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح السعادة لقلوبكم. يوم جديد مليان هنا وسعادة ورزق وصحة. تنسوش تطلبوا من ربنا الستر والصحة، ربنا يدومها علينا يا رب. تعالوا نبدأ النهاردة يومنا ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن تنظم يومنا وتخلي كل حاجة بتعملي كل حاجة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبيتك دايما نضيف من غير تعب ولا مجهود. بس هي شوية خطوات امشي عليها وتعالي اقولك بقى انا بعمل ايه. اول حاجة، انا اليوم انا غيرت فرش سرير الاوضة، ولو انت مش هتغيري فرش سرير الاوضة يبقى هتشدي ملاية بتاعت اوضتك وتنضفيها كده وتبقى تمام، يعني قبل ما تطلعي من اوضتك تبقى الاوضة بتاعتك تمام. تاني حاجة، خرجت المخدات كده شوية وهوتها عشان خاطر تغيير كده الأوضة، ويبقى القطن كده لما بيخرج أو الفايبر عموما لما بيخرج في الشمس بيرجع كده تاني، يبقى ريحته حلوة وتحس ان هو ايه، عالي كده وتعرض للشمس. كانوا زمان بيشيلوا المراتب ويطلعوها في الشمس عشان يقولوا ايه، تجدد كده. تاني حاجة او تاني خطوة هي ان انتي بتشغلي دورة غسيل. طبيعي ان احنا كل يوم بنغسل، فابتدي بدورة الغسيل. على فكرة انا عاملة لكم فيديو قبل كده عن طريقة الغسالة دي، لان في ناس كتيرة قوي سألتني عليها، والفيديو بيوضح لك بالظبط تشغليها ازاي وتنظف معاكي الغسيل ازاي، وعاملين لها خلطة ان شاء الله. هسيب لكم كل ده تحت في صندوق الوصف. خلصنا اوضتنا وخرجنا منها وخدنا الغسيل وشغلنا عليه. تاني خطوة، التالت خطوة بنتجه للمطبخ. طبعا انا عندي ولاد لسه نايمين في الاوض، فطبعا لما يبقوا يصحوا هقدر ان انا ايه، اخلص بس اللي ورايا دلوقتي، وبعد كده هم يرتبوا اوضهم او ان انا ادخل لو هعمل فيها تغيير للفرش او حاجه. مفيش، يبقى خلاص انا كده بقى ببدا اعمل ايه، ببص كده بص عامه على المطبخ وعلى الشقه. طبعا احنا ايدينا فيها على طول، فعشان كده بتبقى نظيفه. تاني حاجة بقى أو تالت حاجة هبدأها هي إني هبدأ بقى أنظف المطبخ عشان أعرف أشتغل فيه. طب ما أنا ممكن أنظفه بعد ما أشتغل فيه، لأ. أنا عن نفسي، وخليكي دايما كده، انتي عقبال لما هتخلصي اللي وراكي هتكون طاقتك خلصت، يعني هتكوني بقى خلاص اللي هي عايزة تتغدي تغسلي شوية المواعين، خلاص مش قادرة تعملي حاجة تاني. فابدأي الأول نظفي المطبخ بتاعك، نظفي الرخام. ابدأي لو في مواعين عندك ما ترقميش عليها المواعين، يعني ما تقوليش أنا هغسل هطبخ الاول وبعد كده ابقى اغسل المواعين كلها مع بعضها. الموضوع ده بيبقى صعب جدا وتقيل جدا عليكي. لا، ابدأي دلوقتي كده. نضفتي الرخامة، نضفتي البوتاجاز، هبدأ بعد كده الخطوة اللي بعدها هي ان لو عندي اي مواعين فاضية في التلاجة او بواقي اكل او حاجة هفضيها وانظم تلاجتي واطلع الحلل بتاعتي او الحاجة اللي محتاجة انها تتغسل واغسلها. انا كده عملت ايه، شغلنا الغسالة وغسلنا وروقنا اوضتنا ونضفنا المطبخ عموما وكمان نضفنا التلاجة. يعني خطوات ورا بعضها خديها كده هتلاقيها سهلة معاكي جدا وسهلت عليكي حاجات كتيرة قوي. تعالي بقى احنا عايزين ناخد كده مسحة او في السريع كده هننضف البوتاجاز عشان نشتغل عليه على نظافة. ليه بقى بنعمل كده؟ عشان خاطر لو عندك دهون موجودة وانت ولعتي البوتاجاز دلوقتي، يعني لو عندي بواقي زيت ولادي مثلا عاملين حاجة او انا عاملة حاجة بالليل وما نضفتوش وسبت البوتاجاز بالمنظر ده، هبدأ لما اجي اولع النار هتبدأ الدهون دي تتحرق ويبدأ بوتاجازك يبقى متراكم عليه دهون ومتوسخ. فانا هعمل ايه، رشة كده من الخل. على فكرة الوصفة دي حلوة قوي قوي، يعني خدوها قاعدة كده عندكم. الناس اللي بتقعد تسألني عن انضف الاستانلس بايه، انضف الاستانلس بايه، دي احلى طريقة لتنظيف الاستانلس. هي شوية من الخل ومعلقة من البيكنج باودر او الكربونات، ولو عندك كربونات تمام، لو عندك بيكنج باودر تمام، واغسلي بيه. بصي السيراميك اي دهون عليه متراكمة، الاستانلس هتلاقيه رجع يلمع وبقى زي الفل. فاغسلي البوتاجاز بتاعك. يعني بصوا هي مسحه سريعه، انتوا ما شفتوني انا عملت ايه، مجرد بس كده مسحه سريعه رجعت البوتاجاز نضيف تاني. عشان اعرف اشتغل عليه على نظافه وما يبداش الدهون اللي عليه تتحرق او تتراكم عليه فيبدا ان هو يتبهدل منك ويبقى صعب في تنظيفه. اما بقى الحوامل انا عامله لكم فيديو ان شاء الله زي ما قلت لكم المره الجايه باذن الله، عامله لكم خلطه حلوه جدا جدا لتنظيف الحوامل اللي احنا بنعملها كل شهر. ولو رجعتوا للفيديو اللي قبل ده كنت قايله لكم برده فيه على طريقه حلوه لتنظيف الحوامل الزهر التقيله ديت، تنضف معاكي في ثواني وخلطه كده سهله وبسيطه. ارجعوا للفيديو هتلاقوها ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف بعد كده احنا وصلنا لغايه دلوقتي لغايه ايه يا نهى وشوفوا احنا انجزنا قد ايه في وقت قليل. يعني انا نزلت الولاد المدرسه وابتديت امشي على الخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي.
بعد كده انا قلت اعمل ايه، اخد بقى كمان تنظيفه للحوض والحنفيه بتاعه الحوض. دي اساس، يعني انا دايما مش عارفه، يعني الحنفيه لازم تبقى مربوطه مع الحوض. هغسل الحوض يعني هغسل الحنفيه. طبعا احنا طول ما احنا شغالين بنغسل الحوض، بس انا بغسله ليه الصبح؟ لاني انا دلوقتي هبدا ان انا مثلا احط فيه طماطم اغسلها، احط فيه فاكهه اغسلها، احط فيه اي حاجه زي ما انتم بتشوفوني كده. في ناس بتقعد تنتقد الحته دي، ما يعرفوش ان احنا ممكن نكون بنغسل الحوض 10,000 مره في اليوم. يعني بنغسله اكتر من بنغسل ايدينا. فما تقلقوش، انا بعتبر ان الحوض دوت يعتبر هو الطبق الكبير اللي انا بغسل فيه حاجات كتير جدا. بس لو هتغسلي مثلا فراخ او هتغسلي خضار، لازم يتغسل ما بين الخطوة دي والخطوة دي. انا هنا برضو حطيت نفس الكلام، معلقة من الخل او حبة من الخل صغيرين، وعليهم حبة من البيكنج باودر. وبعد كده بقى حتة سلكة ناعمة كده حلوة، وابدأي ادعكي الاستانلس. هتشوفي الحوض دلوقتي لو في عندك صفار فيه، لو عندك فيه صدى، لو عندك تجير او دهون زي ما انتم شايفين كده، لو لونه مطفي او حاجة، هو والحنفية. وابدأي بقى ادعكيهم. بصوا انا ولا حاطة صابون سايل، ولا حاطة كلور، ولا حاطة اي حاجة من المنظفات، حتة سلكة بس من الناعمة دي. انا تقريبا ما بستخدمهوش غير لتنظيف الاستانلس او الالومنيا يعني. وبعد كده دعكتهم اهو زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا اغسلهم اشطفهم بالميه. معلش في ناس انتقدت حته الميه، بس اعذروني، انا عندي الحنفيه شديده جدا والفلتر بتاعها مش موجود، فلما اول ما بفتح الحنفيه بيبقى في ضغط ميه جامد، عشان كده بتحسوا ان انا مشغله الميه كتير. فانا بحاول اهو ان انا اظبطها. بصوا الحوض بقى فل قشطه. هابدأ بقى انشف حواليه كده بالفوطة بتاعة المطبخ. شايفين شكله ازاي؟ يعني بصي تغسلي فيه خضار، تغسلي فيه اللي هتغسليه، هو زي الفل. دي الخطوة، انا مش عارفة هي التالتة ولا الرابعة في يومنا، او في ازاي تنظمي يومك. انا هنا بس بوريكم ان الحنفية رجعت تلمع وتبقى زي الفل. تعالي بقى شوفي الوصفة اللي انا هعملها لك بعد كده بقى، دي حلوة قوي قوي. عشان خاطر بقى عايزة تخرجي من المطبخ، او عايزة تروحي تلمعي ازاز، تلمعي المطبخ بتاعك الالموتان، تلمعي اي حاجة فيها دهون يا بنات. هوريكم دلوقتي الحمام. انا خلصت المطبخ وخلصت اوضة النوم وخلصت الطرقة معايا وانا شغالة، وحطيت الغسيل ونشرت الغسيل على فكرة، بس نسيت اصوره. تعالوا بقى شوفوا الوصفة الحلوة دي اللي احنا هنعملها مع بعض. اول حاجه معلقتين من ملح الليمون. انتوا لازم يبقى عندكم ملح الليمون وكربوناته والصودا اش اللي هي الزهره البيضاء. الثلاث الحاجات دولت ب10 لازم يبقوا موجودين عندك كل شهر. دول خلوني استغنى عن منظفات بألوفات، فعلا بألوفات، لان الاسعار دلوقتي غليت جدا. انا حطيت نص كوبايه من الخل، حطيت معلقتين من ملح الليمون، وكملت الباقي ميه في اي بخاخ عندك. رجيهم كويس قوي، ملح الليمون هيدوب. ابدأي بقى. شايفين القلموتان كانت الضرفه الاول عليها دهون وبصمات؟ مجرد ما حطيت كده، طبعا عشان القلموتان بيبقى جنب البوتاجاز، فطبعا بيبقى فيه دهون عليه. اي حاجه فيها دهون، شايفين رجع كمان في لمعه. هتلاقي المطبخ بتاعك قاعد باليوم واليومين، والله العظيم يا بنات جربوا بس. يعني سحر سحر. تعالوا بقى دخلنا على الحمام. احنا خلصنا المطبخ وعملنا الوصفه دي في المطبخ بس عشان اوريكم ان هي بتنفع في القلموتان وفي اي مكان فيه دهون. تعالي بقى خشي الحمام في اي مكان بقى فيه اللي هي التكيسات بتاعه الحمام، او التجييره بتاعه الصابون اللي بتبقى على الرخام، او البخار لما بيعمل كده على الحيطه. تعالوا بصوا انا هوريكم الرخامه. مجرد ما رشيت عليها الماده اللي احنا عملناها دي، او الخلطه اللي احنا عملناها اللي هي تعتبر ببلاش، حاجه كده ببلاش، هتلاقي حصل فوران في الركام بتاعه الرخامه. لو ركزتي هتلاقي، بصوا انا برش وبيحصل زي فوران كده، بيدوب كل التكيسات الموجوده وكل الدهون وكل بواقي الصابون اللي موجوده. وهترجع معاكي الحنفيه، هترجع معاكي الحوض، هترجع معاكي الرخامه، كله هيبقى زي الفل. استغني عن الحاجات اللي اسعارها غليت، لان احنا دلوقتي في ميزانية وفي ظروف ما يعلم بها ربنا. فطبعا في حاجات كتيرة جدا استغنينا عنها، بس بجد بجد لقيت ان البدايل بتاعتها احسن منها. يعني احسن ما احط كلور واجيبه بالشيء الفلاني. بصوا انا مجرد هوريكم دلوقتي، مشيت بحته نفس السلكه اللي انا كنت بدعك بيها، هستخدمها بقى هنا في الرخامه وخلاص هرميها، اللي كنت بدعك بيها الحوض. فبصوا هنا عملت ايه. مجرد ما مشيت كده شمال ويمين، هتلاقي كل الفوران ده وكل الحاجات اللي موجودة عندك اللي كانت مغيمة الرخامة وكانت موسخاها وبقايا الصابون، كل ده هتلاقيه طلع. ابدأي بقى ايه،
سيبيه بس 5 دقايق، انا واقفه كده بسيبه عشان هو انا سامعه صوته وهو بيطقطق كده وبيتفاعل، يعني بيفور الحاجه كانه كانه يعني عايزه اقول لكم ايه، كانه زي ساترس او ال اسمه ايه اللي احنا كنا بنجيبه ده قاهر الدهون والحاجات دي. لا، ولا بقى هيعمل لك حساسيه ولا اختناق ولا ريحه نفاذه ولا اي حاجه. جربوا الوصفه دي، ملح الليمون مع الخل مع شويه ميه، وفي اي بخاخه هترجع الرخامه بتاعتك تبقى زي الفل تاني وقشطه. يبقى احنا كده خلصنا كام خطوه، مش عايزه اعيد معاكم كل الخطوات او العادات اللي احنا متعودين عليها في يومنا عشان تقدري تنظمي يومك وما تتعبيش، وتبقى حاجات بسيطه وفي نفس الوقت هتبقى شقتك نظيفه. كلها حاجات ما خدتش معانا 5 دقايق، يعني ممكن اقولك ساعه من اول ما صحيت وصليت وخلصت الورد اللي ورايا وابني نزل وكله، ممكن اكون دخلت المطبخ والاوضه واللي انا عملته ده كله والحمام، ممكن نكون خدنا ساعه ساعه ونص بالكتير. طب دلوقتي بقى احنا لسه بدري اهو، هنعمل بقى ايه؟ هبدأ بقى في الفكرة اللي بعد كده. انا خلاص خلصت شقتك وبقت زي الفل، ابدأي بقى في فكرة الغدا. شوفي بقى انت هتحضري غدا ايه وابدأي اعمليه. طب ما هو لسه بدري على الغدا، ريحي نفسك. وطالما اولادك في المدارس وفي انتظام في مواعيد، وولادك معرضين انه هيجي بقى الساعه 12 الساعه 1 من المدرسه جعانين عندهم دروس، انت هتنزلي معاهم دروس، هتنزلي معاهم نادي، اي حاجه انجزي. لدرجه ان انا احيانا كنت بعمل مثلا لو الرز، فهقلب الشعريه مع الرز واركنهم على جنب لغايه ما اسقيه ميه، بس الطبيخ اكون مخلصاه، الفراخ اكون متبلاها، يعني اكون انجزت. لو يوم بقى عارفة ان انا هنزل فيه، يعني لما ولادي يجوا هنزل عندي تمارين او عندي هروح درس او كده، لا انا بخلص الاكل خالص واركنه، ولما بيجوا يقولوا جعانين بيكون خلاص الاكل تمام. اليوم دوت انا قررت ان انا اعمل كشري، يعني قلت حاجة بقى كده سريعة وحلوة ولادي بيحبوه، وفي نفس الوقت تغييرا عن ان كل يوم لا اما بانيه لا فراخ لا الكلام اللي احنا خلاص، يعني تحسي ان فعلا بيجي عليكي وقت لا انت مش عايزة تاكلي الكلام ده خالص. فشوية كشري بقى النهاردة يا بنات زي العسل. شوفوا بقى طريقتي بالمرة واحنا شغالين كده، تشوفوا الطريقة. بس لو انتي وصلت لغاية هنا ولسه ما عملتيش لايك، اتمنى ان انتوا تشجعوا اختكم بقى بلايك كده وتعليق حلو، لانه بيفرق معايا كتير جدا. انا بحاول ان انا اديكم طاقة ايجابية، بحاول ان انا اوصل لكم يعني عايزه اقول لكم ايه، اوصل لكم انا ماشيه يومي ازاي، بحاول افيدكم زي ما انا برضو بستفيد من غيري، فانا بحاول افيدكم. فان شاء الله باذن الله تستفيدوا من المعلومات او من شويه الحاجات او يومنا اللي احنا بنقضيه مع بعض بمعنى اصح. فانا بتمنى بس شويه تعليق منكم ولايكات عشان بيفرق معايا كتير جدا موضوع اللايك ده، والفيديو بيبدا يترفع وحد تاني يستفاد او حد تاني يشوفه. طبعا لو شيرتوا الفيديو اكون شاكره جدا جدا طبعا يعني. انا هنا حمرت الشعريه ونزلت بشويه رز، انا مش بحب الكشري يكون فيه رز كتير، يعني بفضل ان تكون المكرونه اكتر من الرز. شويه ملح وشويه كمون، معروف ان احنا بنحط في الكشري كمون. وابدأي بقى ما تنزليش بالسواير غير لما تقلبي الشعريه والرز والحاجات دي في الماده الدهنيه كويس قوي، تحسي ان الرز فلفل كده معاكي عشان الكشري يبقى مفلفل. هنا العدس بس انا بديله نص غلوه، يعني هو لسه مصحصح كده، لو حطيتيه تحت اسناني كده هو لسه مصحصح، فانا بديله بس نص غلوه كده، وبعد كده باخده عشان يكمل بقيه سواه مع الكشري. اول ما يتشرب معاكي وتحسي ان فيه بواقي ميه بسيطه، يعني ما توطي عليه وهو فيه بواقي ميه، ما تسيبوش لما ينشف خالص، عشان بواقي الميه دي هي اللي هتعمل بخار وهي اللي هتكمل عمليه التسويه من غير ما ينشف منك. وهنا انا كنت سلقت بقى خلاص شويه مكرونه كده، حبه سباكيتي على حبه صغيره مع بعضهم الاتنين حطيتهم مع بعض. هنا بقى دقيت التوم وهبدأ بقى اعمل معاكم الصلصه. خدوا بالكم ان انا حمرت في الاول البصل، بس نسيت اقولك يعني في الاول خالص ابتديت بالبصل، عشان البصل ده الزيت اللي انا بحمر فيه البصل هو الزيت اللي بعمل بيه كل الكشري. انا ما رضيتش اطول عليكم في الطريقه، طبعا معظمنا بيعرف يعمل الكشري، بس اديتكم فكره عن غدا سريع كده وسهل، وعايزه اوريكم بس الكشري مفلفل ازاي وعامل ازاي. بصوا كل حبايه بحبتها، العدسايه ما بشيتش كده في الرز ولا حاجه، لان طبعا مسويها تسويه تمام، الرز واخد المقدار التمام للميه. هبدأ بقى ان انا اغرف دلوقتي، وكان استاذ يوسف جه، يعني شوفوا انا عقبال لما خلصت كان يوسف جه من المدرسة، كانت الساعة بقت 12، يعني هو نزل من الصبح واحنا خلصنا كل اللي ورانا
ودلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنتغدى. قلت له تاكل يا يوسف؟ قال لي هاكل. غرفت له الطبق طبعا اللي من غير مكرونه دوت، هو مش بيحب يقول لي اول ما اعمل الكشري يقول لي لا ما تحطليش مكرونه. وغرفت لنفسي بقى طبق تمام اهو، شويه شطه وشويه دقه شويه عدس. هنا بقى شايفين التقليه عامله ازاي، مفلفله كده وبتقرقش كده وجميله. جربوا بقى. وحطينا بقى الطبليه، قلت له حط يا يوسف الطبليه يلا وساعدني. حطينا الطبليه وهنبدا بقى ان احنا نعتبره بقى فطار، نعتبره غدا. بس كان شويه كشري زي العسل. لو وصلتي لغايه هنا والفيديو عجبك، اتمنى ان انت تسيبي تعليق حلو، تشيريه مع اصحابك، ولايك كده يا عسل. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجديد، يا رب يكون ده عجبكم.